هاي يا حلوين، رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل ميك اب سهرة سهل وبسيط بدون رموش ولا عدسات. رح استخدم فيه الوان الذهبي الفاتح مع الاسود المدموج بالبني الغامق. اذا حابة تعرفي الخطوات كاملة تابعي معي الفيديو ويلا نبلش. مثل العادة رح طبق الكونسيلر على الجفن تحضره لتطبيق الاي شادو. وبعد ما دمجته بالبيوتي بلندر رح استخدم الباودر حتى ثبت الكونسيلر. وبما انه اليوم رح نعمل لوك فيه لون ذهبي فرح استخدم هيدي الباليت من هدى بيوتي، فيها تدرجات الوان الذهبي مع الوان النود الترابية. وبالنسبة للون الانتقالي رح طبق هيدا اللون من نفس الباليت بفرشاة الدمج من ريل تكنيك. الخطوة اللي بعدها رح استخدم هيدا الكحل وطبقه على شكل ايلاينر رفيع. وعادي منه بالضرورة يكون بيرفكت ومرتب وحلو، ليه؟ لأنه نحن حندمجه مع بعض. وتأسحب الايلاينر أكتر بحب أعمل هيدي الحركة واستخدم فيها ضفيري. فيكي تستخدميها وقت اللي تكوني حاطة ايلاينر كريمي مثل ما أنا حاطة هلأ. بفرشاة الدمج الصغيرة من شانيل رح ابتدي ادمج الكحل يلي طبقته من قبل. ومن بعدها رح استخدم هيدا اللون البني الغامق ورح كفي الدمج بنفس الطريقة. ورح حاول أعمل سحبة كتير خفيفة على زاوية العين الخارجية مثل ما شايفين. وبالكونسيلر رح ارجع انظف زاوية العين الخارجية وادمجهم باستخدام البيوتي بلندر. بالنسبة للون الذهبي رح استخدم هيدا اللون الذهبي الفاتح. انت بتقدري تستخدمي اي لون ذهبي تاني بتحسيه مناسب اكتر لإلك. مثل ما شايفين بطريقة الطبطبة رح ارجع طبقه على جفني المتحرك ورح ارجع ادمج الاطراف بفرشاة الدمج من دكتور بيوتي. لحتى ضوي زاوية العين الداخلية رح استخدم هيدي الإضاءة من أوفرا ورح طبقها على زاوية العين الداخلية وعلى عظمة الحاجب من فوق. الخطوة اللي بعدها رح استخدم هيدا الايلاينر واعمل فيه ايلاينر ناعم. وانتي في حال ما بتعرفي تعملي ايلاينر فيكي تستغني عن هيدي الخطوة وتطبقي مكانه كحل داخل العين من فوق، كمان رح يطلع كتير حلو اللوك. ولكل اللي حابين يتعلموا طريقة وضع الايلاينر خطوة بخطوة رح احط لكم بالوصف لينك لفيديو رح يساعدكم كتير. وبالنسبة للكحل رح طبقه على زاوية داخل العين بهذا الشكل. ومثل ما شايفين تركت شوية مساحة داخل العين لحتى أقدر طبق هيدا الكحل الأبيض، وهيدي الخطوة رح تكبر شكل العين وتعطيكي إضاءة بارزة وجذابة. وبعد ما كبست رموشي رح استخدم هيدي الماسكارا ومشط فيها الرموش. وهيك بيكون خلص اللوك اليوم. إذا حبيت اللوك ما تنسي تشتركي بالقناة حتى يوصلك مني كل جديد. وسامحوني ما قدرت عملت لكم لوك سهرة راس السنة لأسباب شوي خاصة، بس بتمنى لكم سنة حلوة مليانة فرح وحب وسلام، وإن شاء الله يا رب الأيام اللي جاية تداوي جرح كل مظلوم انظلم. بحبكم كتير وإلى اللقاء.